لو ما شفتش الجزء الأول ارجع شوفه. اتكلمنا عن أول إشارة وهي إنها لسه بتتابعك في صمت. أما النهاردة فهنتكلم عن التانية، ودي أخطر مما تتخيل. لما تلاقيها بتجيب سيرتك بس بشكل عادي جدا، زي تقول هو كان بيحب حاجات دي، أو مش عارفة عامل إيه دلوقتي. تحسها بتحاول تبين إنها عدت، بس طريقة كلامها فيها فضول خفيف وفيها نغمة مش قادرة تخفيها. علم النفس بيقول إن الإنسان لما بيحاول يتكلم عن الماضي بهدوء غالباً هو مش ناسيه، هو بيحاول يختبر نفسه، يشوف هل لسه هيتأثر ولا لأ. وده تاني جزء من الإشارات اللي بتكشف إن لسه في مشاعر مستخبية، ولو ركزت كويس هتفهم اللي جاي أكتر. استنى الجزء الثالث لأن العلامة اللي فيه بتظهر حتى لو الشخص نفسه مش واخد باله إنها فاتحة.